بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن طريقة إزالة مايكروسوفت ايدج أو تغيير المتصفح الافتراضي لأي متصفح آخر في ويندوز 10. زي ما انتوا عارفين مايكروسوفت ايدج ده المتصفح الافتراضي الخاص بويندوز 10 اللي مايكروسوفت صممته مع ويندوز 10. بعد ما بتنزل او بتعمل سيت اب لويندوز 10 او تعمل ابجريد هيكون المتصفح الافتراضي على جهازك هو مايكروسوفت ايدج. اي موقع او صفحة انترنت بتفتح معاك بشكل افتراضي على متصفح مايكروسوفت ايدج. وطبعا في بعض الناس اللي بتحب تستخدم الانترنت اكسبلورر القديم اللي كان نازل مع ويندوز 8 او ويندوز 7 لانها متعودة عليه او مش بتحب تغير او بتحب تستخدم متصفح تاني زي الموزيلا زي الكروم. تعالوا نشوف ازاي نلغي مايكروسوفت ايدج ونرجع الانترنت اكسبلورر القديم او اي براوزر تاني احنا عايزينه، وازاي نعمل له ازالة او ان انستول من على الويندوز خالص. تعالوا نشوف مع بعض. لو حبيت افتح اي لينك عندي هيفتح اوتوماتيك بشكل افتراضي مع مايكروسوفت ايدج زي ما احنا شايفين. كمان لو دخلت على اي موقع من اي مكان على الجهاز من على الرن مثلا نكتب google.com هيفتح برضو مع مايكروسوفت ايدج. لو فتحنا من على ماي كمبيوتر وجينا على العنوان هنا كتبنا برضو youtube.com برضو هيفتح مع الايدج المتصفح الافتراضي. في طريقتين عشان نغير المتصفح الافتراضي اللي هو الايدج ونخليه زي ما احنا عايزين. تعالوا نشوف الطريقة الاولى. هنروح على ستارت، نختار settings، هنختار system، ننزل تحت هنلاقي حاجة اسمها default apps نضغط عليها. نشوف حاجة اسمها ويب براوزر، ننزل تحت شوية كده. تمام، ويب براوزر زي ما احنا شايفين الويب براوزر بتفتح بشكل افتراضي مع مايكروسوفت ايدج. طيب نضغط عليها ونختار المتصفح اللي احنا عايزينه. زي ما احنا شايفين انا عامل انستول الجوجل كروم عندي عشان كده هو ظاهر هنا. ولو انت انستول اي براوزر تاني او عامل سيت اب او منزله على الجهاز بتاعك هتلاقيه ظاهر هنا وتقدر تختاره. نختار الجوجل كروم ونروح كده نجرب ونشوف. نضغط على اي لينك عندي كده زي ما انتم شايفين هنلاقيه بيفتح مع الجوجل كروم. تمام، لو فتحنا اي موقع من اي مكان زي ما احنا شايفين هنلاقيه برضو بيروح يفتح باي ديفولت او بشكل افتراضي مع الجوجل كروم لان احنا اخترناه ان هو يبقى المتصفح الافتراضي بتاعنا. طيب تعالوا نروح تاني نفس المكان ونختار الانترنت اكسبلورر القديم. هنقفل بقى كل حاجة ونروح نجرب كده. نفتح لينك كده ونشوف. زي ما انت شفتوا فتح مع الانترنت اكسبلورر القديم. ولو فتحت من اي مكان على الجهاز بتاعك هتلاقيه برضو بيفتح مع الانترنت اكسبلورر القديم لانه بقى المتصفح الافتراضي لصفحات الانترنت عندك. وطبعا لو حد برضو عايز ينزل اي براوزر تاني حتى لو مش موجود على جهازك تقدر تنزله من على الستور بتاع الويندوز او تعمله داونلود من على الانترنت وتنزله وتختاره من المكان ده ان هو يبقى البراوزر الافتراضي بتاعك. تمام، تعالوا بقى نشوف الطريقة التانية. الطريقة التانية يا جماعة not recommended، مش بينصح بيها، والطريقة الأولى هي أفضل طريقة. لكن احنا هنقول الطريقة التانية اللي هي بتعمل ازاي uninstall أو تعمل إزالة أو حذف لمايكروسوفت ايدج من على الويندوز تماما. تعالوا نشوف مع بعض. هنروح نفتح ماي كمبيوتر، هنروح على فيو، هنروح على hidden items وهنعلم على البوكس اللي جنبها ده عشان نشوف كل الهيدن فايل او الفايلات المخفية. بعد كده هنروح على السي يوزرز، هنروح على الاكونت اللي انا عامل بيه لوجن على المكنة هنا او على الجهاز. تمام، هنروح على اب داتا، هنخش على لوكال، هنروح على باكجز، هندور على حاجة اسمها مايكروسوفت ايدج زي ما احنا شايفين مايكروسوفت ايدج. هنعمل لها ديليت. تمام، هنقول يس، هنعمل ريستارت للجهاز.
بعد ما الجهاز يقوم هنفتح الباور شيل بتاعنا وهنعمل له run as administrator، وهناخد الكوماند لاين ده هنعمله كوبي ونروح نحطه في الويندوز باور شيل عشان انستول الباكج بتاعت مايكروسوفت ايدج من على الويندوز بتاعتي. زي ما احنا شايفين الكوماند لاين كومبليت وكاتب لي اوبريشن كومبليت، لازم تتاكد ان هو مش مديك ايرور ومديك اوبريشن كومبليتد. نروح نعمل ريستارت تاني، هنقوم مش هنلاقي اصلا عندنا حاجه اسمها مايكروسوفت ايدج لان احنا عملنا له ازاله او مسح خالص انستول من على الجهاز، فمش هنلاقيه زي ما احنا شايفين. وزي ما اتفقنا ان ده مش ريكومندد من مايكروسوفت ان انت انستول الابليكيشن، لكن انت ممكن تشتغل بالطريقه الاولى اللي هي ان انت تغير الديفولت براوزر بتاعك او المتصفح الافتراضي بتاعك لاي متصفح انت عايزه. شكرا لكم يا جماعه واتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله.